السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا كنت أعرف من قديم الزمان إن لما بيحصل فيه مشكلة في أي بيت، وده شيء وارد يعني، بيجيبوا كبير العيلة من العيلتين، حكما من أهلها وحكما من أهله. أول مرة أعرف النهاردة، والله ما كنتش أعرف الحكاية دي، ان اول ما يحصل خلاف بينهم الزوجة بتجري على طول على المحكمة. انا فاكرة ان في البندر بس الكلام ده، لقيت الكلام ده بيحصل كمان في الريف، وعشان كده بتزيد حالات الطلاق بيزيد بأسباب أتفه الأسباب بيحصل الطلاق. والله يا بنتي انت اللي غلطانة، مهما كان هو غلطان يبقى انت غلطك أكبر منه. في ايه؟ في انك رحت المحكمة. مهما ادولك يا بنتي، انت كده كده هتاخدي حقوقك بالذوق وبالادب، هتاخدي حقوقك. بس انت ممكن لما تتروي في الموضوع تحافظي على بيتك وجوزك واولادك. مفيش حد ما بيزعلش، كلنا بنزعل، احنا بشر مش ملايكة. بس يا ريت تحكمي العقل الاول قبل ما تطلبي الطلاق، لان انت اكيد انت الخسرانة. عارفة، مهما كسبتي وخدتي ذهب وخدتي موبيليا وخدتي فلوس، والله يا بنتي انت اللي غلطانة، انت اللي خسرانة. ولادك هم خسرانين، وانت بتحرمي ولادك من ابوهم. مش بتنتقمي منه هو، انت بتنتقمي من نفسك ومن ولادك. يا رب يهديهم ويصلح حالهم، يا رب يهديهم ويصلح حالهم. السلام عليكم ورحمة الله. متنسوش الاشتراك في القناة وعمل لايك ليصلكم كل جديد.